حسن باطل. بيع 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 الثورة يا وديع. 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 انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ نادين. نازله النهارده تعملي ايه؟ ايوه نازله تعملي ايه؟ نازله تعملي ايه يعني؟ نازله تعملي ايه يا بديع؟ نازله تعملي ايه يا نادين؟ لا مظاهرات؟ اسقاط حكم المرشد. انت نازله في مظاهرات؟ اول مره تنزلي؟ لا. امال نزلت قبل كده؟ فين؟ فين؟ نزلت في التحرير؟ دي ثورجيه بقى. ها؟ انت وليدها؟ حضرتك نازلين النهارده ليه؟ نازلين عشان يعني هو بصراحه وفي الحقيقه ان احنا نصف حكم المرشد بالاساس، لان انا شايف اللي حصل كله خديعه كبيره للشعب المصري والامال والاحلام ودم الشباب اللي راح. الشباب مات وقتل في الميادين كلها عشان بيحلم بمستقبل يستحقه زي كل شباب العالم، حريه وعداله وعيش وكرامه. هو خدع عمل له يعني زي ما بيقولوا تحليل، في الاخر احلامه راحت ودمه راح وامله راح. فالناس ادافع عن مستقبل اولادي في مستقبل حر مكاني. شكرا لك. هم بيشتروا اعلام اول مره نشوف. اشتريت الاعلام؟ بكام ده؟ كلام يا عم. ها؟ نزلت قبل كده؟ نزلت فين؟ نزلت التحرير. وانت النهارده جايه بقى تستني ايه اللي هيحصل وتنزل في المظاهرات؟ اللي يحصل بس. قولي لي بقى انتوا نازلين بقى النهارده في الميدان دمياط؟ عشان نعترض على الاعلان الدستوري وعلى الدستور وعلى حكم الاخوان. هي ايه؟ هي ايه المادة؟ يلا يا بطل يلا يا بطل. انا بقول لها انا ضدها. كلها ايه؟ انا ما اعرفش المواد. المادة الثانية والمادة الخامسة. المادة الثالثة. ايوه المادة الثانية اللي بيحصل فيها قرارات، والمادة بيقول هياخد كل الاجراءات مع اي حد هيعمل قرار ضد الثوره او كده، وكله اسف حاجه صلاحيات القضاء كلها منه ونسبها المرسي، وان هو بيعمل اعلان ديكتاتوري ضد الشعب، ما فادش الشعب في حاجه، بل بالعكس سلبياته اكثر من ايجابياته. لا هو انتوا الحركات ثوريه ولا حاجه؟ ولا انتم مستقلين؟ مستقلين الثوريين كلكم؟ لا مش كلنا يعني في مننا في لسه مبتدئين وطلبه وكده يعني. ماشي شكرا. هو هي القصه ان الراجل يعني نسى، يعني هو كل همه يأسس ويرسخ حكم جماعة الإخوان على مصر. يعني هي قصته مش الشعب، هو الشعب مش في دماغه أساسا، ومصر مش في دماغه. يعني هم لو خيروا محمد مرسي بين تدمير مصر واهتزاز بس جماعة الإخوان لقيت تدمر مصر باللي فيه. هي دي الحقيقة الناس مش تفهمها. هو بيقسم وبيرسخ هو والمرشد ان هم المسلمين ودول الكفار. هي دي الحقيقة. فعشان كده هو لا شايف الناس ولا هيسمع الناس ولا هيستجيب للناس. فهي دي الحقيقة الأمر. الشعب المصري في جماعة سرية لا نعلم أهدافها الحقيقية لا تسيطر عليها وتدمر مستقبله وصالح أهدافهم اللي هم اللي عارفينها بس إحنا ما نعرفهاش. يا إما الشعب ياخد الأمر في إيده ويدور على مستقبله ويدافع عن حقه إن هو يعيش مستقبل. شكرا.